يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، وزي ما انتم شايفين كده احنا خلاص خلصنا الغرف. عملت الغرف معاكم، وآن الأوان بقى ان احنا نعمل الريسبشن الصالة زي ما احنا متعودين في الكلمة يعني. انا طبعا اللي شجعني اكتر ان السجاد جه من المغسلة. طبعا انا ما عنديش مكان ان انا اغسل فيه السجاد خالص، فانا وديت السجاد بتاعي الكبير ومعاه كذا مشاية كده من الصغيرين تقريبا 3. وقُلت بقى إيه، نبدأ أنا وجانا كده بعد بُصّوا، يعني تقريبًا كنا في وقت بعد العشا كده. خلاص قعدت استكفيت وخدت علاجي وخدت الدوا بتاعي، لإن بصراحة كانت الدنيا عندي بايظة خالص وكنت تعبانة تعب فظيع. ولإني أنا اشتلت حاجات تقيلة وبقيت أنقل وأعمل وبرضه ما حرّمتش يعني أنا اللي باجيبه لنفسي. بس عايزة أقول لكم حاجة يا بنات، لو الواحدة ما عملتش بنفسها في بيتها ما حدش هيقدر يفهم دماغها خالص. يعني أنا مهما أقول لبنتي اعملي كذا مش هتعرف تعمل زي عملة إيدي. هي ممكن تقف معايا تتفرّج عليَّ أنا باعمل إزاي، فتعمل زيي، وتقف تتعلّم منّي. لكن أنتِ اللي بتبقي عارفة الحاجة توصلي لها إزاي، عايزة الحاجة على مزاجِك عشان تبقي قاعدة مرتاحة نفسيًا. يعني بنتي قاعدة تقول لي: "يالّا نفرش السجاد، يالّا نفرش السجاد." هي مش فاهمة، لسه الأم بتبقى عايزة تعمل تنضيف عميق، وعايزة ما تكروتش الشغل. يعني عايزة إن هي مثلًا تبدأ تنضيفات زي ما أنتم شايفينها كده، نمسح الأباليك، نمسح الستارة الخشب، نجيب التراب اللي عليها اللي متكوّم من فوق، نمسح المراوح، الحيطانة لسه هتتغسل. يعني الشغل لازمًا طالما اشتغلتِ تشتغلي بنضافة بقى، برواقة كده يعني، تحسّي إن أنتِ قاعدة براحة نفسية، مش إن أنتِ كروتِّ الشغل وقُلتِ يا ريتني كنت عملت المروحة الأول قبل ما أفرشي السجاد. طب ما هو كان في إيدِك. تمام يا بنات، عايزة أقول لكم أنا بصراحة كان منظرها بشع. أنا سايبة شقتي ديًّا بدون نضافة من قبل العملية بحركة قبلها بشهر كمان، لإن زي ما أنتم عارفين المحاليل والتعب اللي كنت شُفته قبل العملية كان مبوّظ لي الدنيا. وقولوا شهر ونُص دلوقتي والّا شهرين بعد العملية، يعني شايفين التراب اللي جاي من من البتاعة اللي فوق دي. زي ما أنتم شايفين، عايزة أقول لكم بجد أنا طلّعت كمية تراب زي ما يكون باطلّع الطاقة السلبية من البيت. أنا أحسن حاجة باحبها إن اللون الأبيض بيبيّن الواحد إن كان نضيف أو مش نضيف، سواء بقى في فوط المطبخ، في الفوط بتاعة البيت، في الملايات، في البيت نفسه. فالناس تدخل لي تقول لي: "أنتِ قاعدة في علبة لبن." واللي يدخل يقول لي: "أنتِ قاعدة في" الجزء اللي هييجي لكم شوية كده يقولوا لي: "أنتِ قاعدة في فيلم أبيض وأسود." عشان طبعًا الرمادي مع الأبيض بس، فمدّي لهم إيحاء إن هو أبيض في أسود. تفاصيل الشقة على قد ما هي ممكن مش عاجبة ناس كتير، بس هي عاطية لي يعني هدوء وراحة نفسية. وأنا باحب اللون اللي هو الأحمر في السجادة عشان بيدّيني طاقة. في ناس تقول لِك لأ، ده بينرفزنا، أو مثلًا اللون الأحمر ده مضاد للأعصاب وبينرفز أو حاجة زي كده. لأ، أنا عندي العكس. فالبيت فعلًا بذوقِك، يعني في ناس بتحب أذواق ناس وناس لأ. يعني في ناس ما بتعجبهاش ذوقي ويقولوا لِك لأ، ذوقِك في كذا مش حلو. في ناس تعجبها ذوقي وفي ناس كده. بس أهم حاجة أنتِ بتاخدي آراء صحابِك وآراء اللي حواليكِ وآراء متابعينِك وأخواتِك، بس أنتِ راحتِك بتكون منين؟ أي نعم أنتِ بتفيدوني وبتقولي لي حاجات لمّا باعملها فعلًا بالاقيها فعلًا فوق الوصف. وفي حاجات أنا نِفْسي أعملها زي ما أنتم قلتوا لي، بس مش بقدرتي ومش بمزاجي. يعني بمعنى إن لمّا أنتم قلتوا لي: "يا منى الأوضة بتاعتِك أهي." يعني آخر أوضة على إيدكم اليمين موجودة أهي. طبعًا أنا شقتي عشان باصوّر بالكاميرا الأمامية، فجايبة لكم الشقة العكس، لكن هي الأوض على الإيد الشمال، لكن عشان أنا باصوّر بالكاميرا الأمامية فالأوض جاية لكم على الإيد اليمين. المهم يعني ناس كتير قالوا لي: "قفّلي منطقة الصالون دي خالص يا منى واعمليها غرفة دريسينج." اسمه إيه اللي هو بانسى اسمه، اللي هو بتاع يعني دولاب يعني مفتوح، أو دولاب وتحطّي فيه هدومِك وحاجتِك. أنا فكّرت إن أنا أعمل دولاب كبير على قد الحيطة، وأسيب فتحة كده زي دخلة باب، وأعمل وأنقل الستارة اللي في الحيطة دي أنقلها على الدولاب من ورا كإنها حيطة. يعني ألِف السرير عكس الدولاب عكس، يعني الحيطة يبقى وش يعني ضهر الدولاب للصالة كإنه حيطة، بدل ما أبني حيطة بقى وأجيب طوب وحاجات وكده وأعمل الحاجات دي. بس أنا أولًا يا بنات لسه يعني مش عايزة أقول لكم في إمكاني اللي أنا لسه معايا إن أنا أعمل دولاب. الخطوة دي ممكن أنا أعملها فيما بعد، لكن إن أنا أقفل بطوب وأقفل بخشب وكده جوزي مش موافق. قال لي: "لأ، الأوض ما بندخلهاش لوقت النوم، لكن الصالة حلوة بتنفعنا في حاجات كتير، في عزومات، في لمة أهل، في لمة يعني كده برضك الصالة حلوة." وأنا معتبرة الجزء بتاع الصالون ده جزء من الأوضة، لإن بنطلع نرتاح فيه، بنقعد فيه، بنسهر فيه، كده يعني. ف عايزة أقول لكم كمان إن اللون أصلًا لون الصالون ده مش لونه الحقيقي، لونه نبيتي مش أحمر.
هنا زي ما أنتم شايفين بقى أنا وجنى قسّمنا الشغل على نفسنا، إن هي تمسك إيه مروحة وأنا أمسك حاجة، الشغل متقسّم علينا، هي عارفة هي بتعمل إيه، أنا عملت حاجة هي تعمل حاجة تانية، من غير ما نتكلم ولا نقول إحنا هنعمل إيه، تمام. فأنا دلوقتي زي ما أنتم شايفين أنا مسكت الحيطان حيطة، حيطة، وجزء، جزء، يعني إحنا ابتدينا في الجزء ده على قد ما أنتم شايفينه سهل، على قد ما أخد مننا وقت أطول من وقت الجزء بتاع الرُكنة اللي هييجي دلوقتي يعني. عايزة أقول لكم أنا زعّلت الشقة كتير جدًا، زعّلتها وأهملتها و و وجيت عليها وأهملت في حقها، فآن الأوان إن أنا أصالحها بقى، عايزة أصالحها وأهتم بيها وأشوف مملكتي حبيبتي وأعيش في جو هادي كده. أنا بصراحة يا بنات لمّا بانضّف وكده باحس براحة نفسية رهيبة، باحس إن أنا مرتاحة كده ونفسيتي أحسن. أنتِ قومي كده جرّبي شيلي مثلًا الحاجات أقرب حاجة يعني الحاجات اللي على الرخامة، وقومي نضّفيها كده وغيّري أماكنها وحُطّي حاجة تانية جديدة، صدقيني هتدخلي المطبخ كإنِّك خدتِ طاقة إيجابية. قومي مثلًا اغسلي التويليت بتاعِك والحوض والحمام والما أعرفش إيه، هتيجي تبُصّي هتلاقيكِ خدتِ طاقة إيجابية، سواء الشقة سواء لو أنتِ غيّرتِ ملاية السرير هتاخدي طاقة إيجابية، فما بالِك بقى إن أنتِ عملتِ تنضيفة عميقة وكمان هتفرشي شقتِك خدتِ 2 في 1 يعني إيه، يعني تنضيفة الشتا وتنضيفة المدرسة يعني. فأنا ده طبعًا تنضيف عميق للشتا وللمدرسة، فزي ما أنتِ شايفين على رأي بنتي أصعب من تنضيفة العيد نفسها. أنا طبعًا ما غسلتش الستاير، أنا كنت فاكة معاكم الستاير البيضا وغاسلاها اللي هي التانتيل دي، بس طبعًا أنا باعمل الأبليك اللي عندكم دي اتكسر في إيدي. بس بعدين جوزي جه بالمفك وعمله يعني. المهم جوزي لمّا ييجي بالليل بقى هيعلّق لي الستاير البيضا، وأنا غسلت البيضا بس، لكن السودا ديًّا نضيفة معايا باغسل ديًّا فترة وديًّا فترة. الرُكنة بتاعتي بصراحة اللي يعني ما عنديش هرْس كتير، بس حسيت إن لونها مش حلو. أنا كنت في آخر مرّة غسلتها بكلوركس ألوان وإسبونشة من بتاعة المواعين بس كانت جديدة، ومسكتها دعك، دعك وغسلتها، بس بصراحة حسيت إن هي بهوّقت القماش ما كانتش فكرة حلوة بصراحة يعني. فأنا بافكّر إن أنا أجيب غسيل اسمه إيه؟ آمم، اللي هو بتاع غسول المفروشات دَوًّا، بس قولوا لي اسم ماركة تكونوا أنتم جرّبتوها وحلوة عشان هاروح أجيبها واغسلها، بس مش هاغسلها بإسبونج، هاغسلها بإيه، باسمه ب بفانلة من بتاعة جوزِك قديمة. يعني سألت حد من بتوع التنجيد الفرش متوسخ نعمل فيه إيه، قال بمكنسة بخار أو حاجة كده بتتغسل بيها السجاد والحاجات دي، بس طبعًا مش متوفّر عندنا يعني. يا إمّا باسمه إيه، اللي هي الفانلة اللي هي بتاعة الرجالي دي، وغسول اللي هو المفروشات. فأنتم بقى قولوا لي على نوع، لإن بصراحة أنا ما باجيبش أنا غسول خالص للمفروشات، فأنتم قولوا لي على حاجة كده نضيفة أنزل أبقى أجيبها وأبقى أعملها في يوم وأشغّل المروحة وتنشف معايا قبل دخول الشتا يا بنات. وهنا زي ما أنتم شايفين أنا عايزة أقول لكم إن أنا لسه ما دهنتش البلكونة ولا نضّفتها. هنا بقى بانضّف، شوفوا إزاي بامسك بامسك التكوية بتاعة الكرسي واضربها كده ضربتين تطلّع التراب. عايزة أقول لكم المكان كلّه كان عبارة عن تراب، وأنا طبعًا عشان كنت طبعًا قايمة من دور تعب، فموضوع المقشة بقى وأنا أمسك المقشة وأقعد أطلّع تراب وأتنفّس تراب لأ، أنا بالمكنسة كده. وبقيت أعمل زي الناس اللي هُم برّه مصر اللي قعدوا يقولوا لي: "يا منى ما تكنسيش بالمقشة، اعملي بالمكنسة أحسن." وفعلًا طلع كلامكم صح، عرفتوا بقى إن إحنا كلّنا بنتعلّم من بعض بتفيدوني كتير. فربنا يحميكم ويحفظكم وينوّل لكم كل اللي نِفْسكم فيه. وهنا بُصّوا بقى أنا كنت أحلى حاجة إن أنا كنت باعملها إن أنا شاغلة نَفْسي بقراراتي، يعني إيه، يعني إن أنا قاعدة دلوقتي باشتغل ودماغي بقى فرحانة بقى إن أنا قاعدة هاخلّص وهاعمل وهافرش، بتدّي أوامر لعقلِك بالطاقة الإيجابية عشان أنتِ إيه، تبقى عايشة في سعادة. وبرضك بتبقي ناوية إن كل ده بتعمليه لله وفي ميزان حسناتِك، مش إن أنتِ بتعملي شغل وخلاص، أي حاجة تعمليها انويها النيّة لله عشان تاخدي عليها أجر بإذن الله. زي ما أنتم شايفين بقى أنا قفلت بقى الأوض بتاعتنا كلّها، لإن زي ما أنتم شُفتوا معايا تنضيفات الأوض الفيديوهات اللي فاتت، ما كنتش عايزة أي حاجة تتبهدل خالص معايا نهائي ولا أي حاجة مطرح اللي إحنا عملناه لأ. فالشغل حلو وكل حاجة، بس أنا كان كل خوفي إن أنا أرجّع زي ما رجّعت امبارح دَم وكده. كنت خايفة بصراحة، لو كان جوزي جه وأنا باعمل كل ده كان زعّق لي، لإن طبعًا الدكتور قال بدون مجهود وبدون أي حركة. بس يا بنات والله العظيم مش إهمال في صحتي لأ، إن أنا لو ما عملتش بنفسي مين هيعمل لي؟ ومهما كان يعني حتى لو حد جه عمل لي وجِبت واحدة تعمل لي، أنا بصراحة ما باحبش يعني أخلّي حد يعني أتحوج لحد أو حد يعمل لي
حاجة لأ، ما باحبش أتقّل على حد، ده حاجة. الحاجة التانية إن أنا باحب أعمل شغل إيدي بنفسي، يعني ربنا يا رب ما يحوجنا أي حد في الدنيا، ربنا ما يحوجه لحد ولا يغدر بنا الزمن ولا يعني يبعدنا عن شر يعني فجع القدر أو حاجة كده بتتقال اللي هي الأفجاع مش عارفة بتتقال إيه كده، والله مش عارفة الكلام طاير مني النهارده مش عارفة ليه، فوجع الأقدار يعني، فالواحد مش عايز يعني يحصل حاجة. أهم حاجة والله العظيم الصحة، فعلًا بجد رقم 1 الصحة، وبعد كده المال، يعني ما حدش يقول لي والمال برضُك أساسي، لإن المال ده لولا المال مش هتعرفي تتعالجي في زمن الغلو اللي إحنا فيه، ولا هتعرفي تجيبي علاجِك، ولا هتعرفي تروحي في أي مكان، فربنا يرزقنا ويرزقكم باللي نفسكم فيه يا رب اللهم آمين، ويدينا الصحة والعافية وراحة البال، ودايمًا ادعي لنفسِك وادعي لولادِك وادعي للناس والملايكة بترد عليكِ وبتقول لِك ولكِ المثل. هنا هبطت وحاسة إن أنا عطشت، فطبعًا رُحت جبت لي كيس عصير وبدأت إن أنا أشرب كده حبة بحبة، ولقيتني ما عدتش قادرة خلاص، خدت الكمية المطلوبة وقُلت برضُك إيه، أنا كنت أصلًا بادّي لولادي على طول، فجانا اللي بتشتغل معايا أكتر حد فادّيت لها لإنها طبعًا إيه، تاخد power وهي قالت لي: "ماما ده كتير عليَّ خدي لِك شوية." قُلت لها: "لأ خلاص أنا خدت كفايتي." خدي لِك أنتِ كمان شوية، وطبعًا زي ما قُلت لكم قبل كده يا بنات من النصايح المهمة إن الواحد لمّا بييجي يشتغل يلبس حاجة حلوة، يعني تكون مريحة في اللبس زي بيجامة أو حاجة كده اللي أنتم بترتاحوا فيها، بس طبعًا أنا عشان التصوير لابسة إسدال، فطبعًا دي شحطت عليَّ رايحة جاية، وناس كتير قالوا لي: "يا منى أنتِ بتضايقينا ما تروحي تقصّريه." لو قصّرته يا بنات وجيت أصلّي رجلي بتبان، لمّا باجي أوطّي أعمل ركوع أو سجود رجلي بتبان، فما ينفعش إن أنا أقصّره، لإن حصل وعملت واحد قبل كده وباظ. فما نفعنيش في الصلاة، فلازمًا في الصلاة يكون طويل بدل ما ألبس شراب، فاهمين قصدي؟ حتى اللي جانا لابساه ده برضك نفس الحكاية، فزي ما أنتم شايفين كده أنا وجانا دلوقتي يعتبر بنلبس معظم عباياتنا وإسدالاتنا مع بعض، لإن جانا ما شاء الله يعني ربنا يحميها أطول منّي برضه، يعني أنا قصيرة عن جانا كمان، فهنا زي ما أنتم شايفين بقى بدأنا إن إحنا نمسح ونخلّص ونعقّم كلّه بكلوركس الألوان وكل ما بنمسح حاجة بنروح نغسل القماشة يا بنات، يعني نسيت أقول لكم على الموضوع ده عشان ما حدش يفكّر لأ، بنعمل ونمسح، نغسل ونروح نغسلها ونرجع تاني، كده يعني. هنا جانا حابة تجيب تربط التليفون على الشاشة عشان تجيب حاجة تسمعها تسلّيها وهي بتشتغل يعني، أنتم عارفين بقى شغل البنات. فعايزة أقول لكم يا بنات إحنا كنا دخلنا في موضوع تاني، المهم وأنتِ بتشتغلي تلبسي حاجة مريحة وتشغّلي حاجة كويسة برضُك تسعِد نفسيتِك كده سواء قرآن أو حاجة تكون أذكار أو رؤية شرعية أو أي حاجة، وأنتِ ردّدي معاكِ بلسانِك وقولي يا رب عِنّي واستعِنتِ بالله واستعِنتِ بِك يا رب هتلاقي ربنا قوّاكِ والشغل هان عليكِ وسمّي الله في شغلِك عشان يهون عليكِ بسرعة عشان يخلص يعني، وكمان تشربي حاجة ساقعة، أي مشروب فريش عشان يدّيكِ power ويدّيكِ إن أنتِ تقومي تشجّعي. أنا من الناس اللي باحب المشروبات السخنة بتدّيني power سواء وأنا باشتغل في المطبخ تلاقوني عملت لي مشروب سُخن، في ناس بتحب المشروب الساقع، فطبعًا مش كل الناس زي بعضها، فعايزة أقول لِك اعملي اللي يريّحِك واعملي اللي يريّح نفسيتِك، وأهم حاجة وأنتِ بتشتغلي تكوني بعيدة عن أي حاجة تعب أعصابِك عشان تعرفي تدّي للشغل حقّه، ما هو أنتِ لو ركّزتِ في وجع دماغِك مش هتعرفي إن أنتِ تدّي للشغل حقّه، هنا باصوّت وبالطم باقول يا لهوي هو لسه في كمان! طبعًا شِلت الشِلَت لقيت تحتها حاجات، وطبعًا أنا كل أسبوع لازمًا الشِلَت يكون تحتها حاجات، طبعًا سمسم بقى وعمرو بيجيبوا ورق ويقعدوا يقطّعوا، طبعًا أنتم عارفين معايا من زمان إن ولادي عشقهم خالص لموضوع الورق ده، مش عارفة يعني طبع فيهم مش عارفة إيه ده، يجيبوا ورق ويقطّعوه ويطيّروه ويعملوه فأنا باسيبهم زي ما قُلت لكم قبل كده، باسيب ولادي ياخدوا حريتهم في بيتنا، لإن لو ما خدوش حريتهم في بيتنا وطلّعوا الطاقة بتاعتهم هيطلّعوها عند مين والّا فين، ما فيش حد قاعد بيستحمل حد دلوقتي يعني. فأنا دلوقتي جِبت المكنسة وبدأت إن أنا أشفط بقى الأماكن الضيّقة اللي جوّه دي، وأنا منتظرة منكم إجاباتكم الجميلة إن أنتم تدّوني إيه، حاجة كده أغسل بيها الرُكنة بإذن الله. هنا بقى القسم اللي باقول لكم عليه أبيض في أسود يعني. والله يا بنات هو لونه رمادي، وبعدين أنا كاميرتي يعني مش بتبيّن شكل الحاجة أوي، لكن هي في الحقيقة هي مختلفة بس مش هاكذب عليكم إن الكاميرا بتحلّي، يعني بأمانة يعني، بس الألوان مش هي. شوفوا بقى تعالوا صوّتوا معايا بقى. شايفين كمية التراب والورق وطبعًا سمسم كان بيجيب في الفترة الأخيرة بونبوني، وأنا كنت أيامها عاملة العملية، فالورق بتاع البونبوني ده بيطير تحت الرُكنة. وجانا طبعًا برضه كانت بتنضّف والله بصراحة، كانت بتجيب بتاعة الجاروف، لإن المقاشة طبعًا ما بتدخلش تحت الرُكنة، فبتجيب المقاشة اللي هي رفيّعة أو المكنسة اليدوية اللي هي الرفيّعة بتاعة الجاروف، كانت بتدخّلها وبتجيب، بس ما كانتش بتجيب اللي على بُعد يعني.
أنا عذراه لإن بصراحة يا جنى الشهر اللي فات ده كلّه طبعًا كان دروس، يعني الله يعينها في يوم بيطلع عندها درسين، تطلع على ما تاكل، على ما تطلع مثلًا تنضّف، هي عليها تنضيف الشقة وأنا عليّا المطبخ، فبجد كانت مذاكرة بقى وحاجات من دي، فهنا باصوّت. وطبعًا عايزة أقول لكم ولادي بقى ماسكين في بعض، شوية أروح أسكّتهم وشوية أروح أقعّدهم بقى يعني في الأوضة على ما أخلّص، لإن أنا خايفة إن أنا آجي أمسح الأرضية يطلعوا يتزحلقوا يقعوا، لا إمّا ياخدوا من الأرض يروحوا يدخّلوا على السرير جوّه في رجليهم فيوسّخوا الدنيا. فقُلت لأ يعني، وأنا بقى هنا بقيت أقول لجينا اعملي كذا، ما عدتش قادرة والله يا بنات كان ضهري واجعني، والحقنة اللي هي بتاعة الولادة دي شوفوا أنا والدة اتكسرت 3 مرات، الحقنة مبوظة ضهري خالص، مخلّياني مش قادرة أوطّي ولا قادرة أعمل أي حاجة، وبالذات الشوكة العضمية اللي ظهرت لي بعد ما كانت اختفت وقُلت خلاص أنا وزني نزل شوية، الشوكة العضمية دي اختفت، فجأة لقيتها جات لي تاني، قُلت ده وقتِك يا أختي. كان زمان الوقت قاعدة متفرفشة كده والحاجات دي كلّها، الشوكة العضمية دي صعبة أوي يا بنات بعيد عنكم، جاية لي في رجلي الشمال عند رجلي عند اللي هي إيه، عند اللي هي إيه، في الجنب رجلي كده، يعني شُفتوا بقى اللي هو فوق الكعب كده في الجنب، ورجلي اليمين جاية لي في الكعب نفسه وأنا بادوس عليه. ربنا يشفيني ويشفي كل مريض ويبعد أي حاجة عن أي حد يا رب ويسعدكم ويوفقكم اللهم آمين. آآ كنت رايحة أقول لكم حاجة تانية إيه ونسيت، هنا سمسم بُصّوا طالع يرخّم بقى وأنا قايلة له: "خلاص ادخل بقى يا سمسم بقى." يعني طبعًا كنت محمياه وملبساه لبس النوم عشان طبعًا إيه، يبقى ينام كده ويريّح نفسه بعيد عني. وهنا جانا بقى قُلت لها بقى: "أنتِ طوّلي عني، اطلعي بقى إيه امسكي المراوح." وطبعًا أنا قعدت أخاف إن أنا أطلع على حاجة عالية زي مثلًا حاجة زي دي تُقع منّي والّا حاجة، لا أقع منها قصدي. عايزة أقول لكم الناس اللي بتقول لي: "يا منى أنتِ عملتِ فيديو اللي هو اللي أنا نزّلته اللي هو تجربتي مع التكميم." عايزة أقول لكم أنا قُلت لكم كل حاجة بُصّوا ما خبّيتش عنكم أي حاجة. ناس كتير يا منى دخلت لي على الخاص: "منى إحنا عايزين نعملها والّا ما نعملهاش؟" عايزة أقول لكم يا بنات أنا قُلت تجربتي، أنا ما أعرفش إن أنا أقول لِك اعملي وما تعمليش وترجعي تدعي عليَّ. تاني حاجة أنا وزني ثابت بقى له أسبوعين، الحرق واقف عندي مش عايز ينزل، ده طبيعي ما حدش يعني ناس كتير دخلت تقول لي: "لأ عندِك مشكلة." لأ، أنا سألت ولقيته طبيعي، لإن ضروري إن الجسم نزل نزلة مرّة واحدة فيحس إن في حاجة مش مضبوطة فهيقف شوية ويرجع ينزل تاني، فأنا مش مستعجلة على النزول السريع عشان ما يحصلّيش ترهلات، لإني لو حصل ترهلات أنا لا ميعاد معايا إن أنا أعمل عمليات اللي هي الشد دي، وكمان غير لو أنا معايا أصلًا هتبقى صعبة، ده أنا سمعت عنها إن هي أصعب من الموت بكتير، فبلاش الموضوع إن إحنا نجازف بصحتنا والحاجات دي كلّها، فالحمد لله على كل حال والكل يجيب ربنا وكاتبه أنا راضية بيه الحمد لله. وبعدين ناس كتير بتقول لي: "15 كيلو إيه دول؟ ده قليلين أوي، أنتِ المفروض كنتِ نزلتِ أكتر من كده." لا يا روحي أنا ما عدّتش ال100 عشان أنزل أكتر من كده، ده المعدل الطبيعي للجسم اللي هو ال100 كيلو، إن هو ينزل من حوالي من 12 كيلو ل15 كيلو أو 10 كيلو، فأنا الحمد لله. وفي نفس الوقت عايزة أقول لِك على حاجة، هاتي كده 15 كيلو رز أو 15 كيلو أي حاجة 15 كيلو، وحاولي اشتريهم كده 5 دقايق في إيدِك، مش هاقول لِك ربع ساعة ولا ساعة، اشتريهم كده 5 دقايق في إيدِك، مش هتقدري تشتريهم، أشحال بقى جسمنا ما هو شايلهم وقادرين نمشي ونتحرك بيهم، ده إحنا نقول الحمد لله على كيلو واحد ينزل مننا، شُفتِ بقى، كيلو واحد ينزل مننا نقول الحمد لله. عايزة أقول لكم اللي ما شافش الفيديو يروح يشوفه إن شاء الله تستفيدوا منه، بس طبعًا ربنا ما يكتبه عليكم إنكم كلكم تستفيدوا يعني، لإن ربنا يجعلكم دايمًا بصحة وعافية وما يكتب عليكم الوزن الزايد أبدًا، يجعلكم بصحة وسعادة يا رب. هنا باقول لكم إحنا خلصنا لحد كده، انتظروا بقى فيديو الفرش، وأنا شِلت المرتبة اللي جوّه دي لإن كنت باعين حاجات تحت السرير، ويا رب يكون الفيديو بسيط وانتظروا الفيديو الجاي، والسلام